فيلم ذكرى ليلة حب انتج عام 1973. فيلم مصري سوري مشترك من بطولة سلاح ذو الفقار، رفيق سباعي، نيلي ونبيل عبيد، وظهور مميز للنجمة منى واصف. الفيلم بيحكي عن أنور، رجل متزوج وعايش حياة مستقرة مع مرته ليلى اللي عندها مرض بالقلب وبتحتاج حياة هادئة. كل شي بيكون ماشي طبيعي لحد ما بيرجع الماضي ويطرق بابه لما بتظهر كاميليا حبيبته القديمة ويلي بتشتغل رقاصة بالوقت الحالي. زيارتها لأنور ما بتكون عابرة لأنه فجأة بتنهار وبتفارق الحياة عنده بالبيت. هون الدنيا بتنقلب، الشرطة بتوقف أنور وبتتهمه بالقتل، وليلى بتنصدم وبتنحط بين نارين، يا بتصدق براءة جوزها يا بتمشي ورا الشك اللي عم ياكلها. بهالوقت بيدخل الضابط صديق أنور لحتى يحقق بالقضية ويبلش يفتش بخيوط الماضي، ومع الوقت بيكتشف إنه موت كاميليا مو صدفة أبدا، وإنه في ناس إلها مصلحة كبيرة باختفائها. وبالتحقيقات بيتضح إنه أنور بريء وإنه الحقيقة ورا القصة أعقد مما بتنشاف. وبالنهاية الضابط بينجح بكشف القاتل الحقيقي وتبرئة أنور، بس رغم العدالة الضرر بيكون صار. ليلى بتنجرح من جوا بعد ما الشك هز ثقتها بجوزها، وبنتأكد انه ذكرى ليلة حب مو بس ماضي وانما جرح مفتوح ترك اثر بحياة الكل. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.